تخيل مؤمن واحد من قلعة الموت بخنجر وإيمان كفيل إنه يهد دولة راسخة عندها جيوش ومال. أنا عايز الرعب يملى القلوب، واللي مش هيتابع دعوتنا يموت بأبشع الطرق. قبل ما نبدأ الحلقة دي يا جماعة قولوا لي تمثيلي أفضل ولا تمثيل كريم عبد العزيز، عشان الموضوع ده بيفرق في نفسيتي شوية. هو في ايه بقى؟ ايه 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 هي كده يعني. ايه 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 خلاص اوكي. هلو على اخواتي البرو، عاملين ايه؟ النهارده الحلقه غير اي حلقه علشان هنتكلم عن واحد زي ما بيقولوا بيج بوس الشغلانه، وهو الفنان كريم عبد العزيز. يعني من الاخر كده سلام عليكم. مسلسل حشاشين واللي جه في دماغك، ولكن طلع الاسم مش كده، وطلع ان وراها قصه كبيره، ومش حشاشين بمعنى الكلمه، لا ده حشاشين بمعنى تاني، ودماغي في الاخر عملت كده. وفي ناس طبعا في كتير قوي في الاول ما كانتش عارفه قصه المسلسل، ولكن احنا ايه هندي نبذه كده ونشوف التتر مع بعض، ونشوف الانتاج الضخم والقصه عامله ازاي، لان الموضوع بجد مش هزار، والناس منتظره مسلسل حشاشين لانه التتر نازل كسر الدنيا. يا جدعان شايفين اول كادر بس للقلعه؟ يعني شايفين الموضوع ماشي عامل ازاي؟ ايه ده؟ هي اتصورت على فكره، معظم التصوير كان في كازاخستان، في الجبال اللي هناك وكده والتليج لا الموضوع جامد، الموضوع فيه انتاج جامد جدا وانتاج ضخم لا المسلسل بصراحه يشرف. كفيل انه يهد دوله راسخه بقالها سنين. ده من انتاج سينرجي، شايفين طبعا، بقول لك الكادر لوحده متكلف، وده من اخراج بيتر ميمي. على فكره بيتر ميمي شغله جامد جدا 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 يعني، وغير يعني غير تقليدي، يعني ما بينسخش اللي موجود او اللي فات او بيعيد اللي فات، لا بيتر ميمي احسن حاجه بتعجبني فيه اللي هو دماغه كرييتيف وشغال على طول يعني. بيملى القلوب، وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق. ايه ده يا جدعان؟ ده عندنا ده؟ استنى بس معلش، ده عندنا يعني؟ انا مش عارف، انا مش مصدق. شايفين الكادر؟ ايه ده يا جدعان؟ ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا جدعان؟ الموضوع مش هزار، الموضوع مش هزار بجد. ايه ده؟ جامد قوي، ولا الانتاج ضخم، باين اللي فيه انتاج ضخم، وفي الابتسام. السلام عليكم. لا انا هقلع النضاره. هو ده يا جدعان هتلاقيه متكلف كام ده؟ 3334. لا اكتر اكيد، يعني اكيد وش اكتر. اخراج، انتاج، والوان، ومونتاج، ولوكيشن. موضوع كبير قوي، موضوع كبير قوي، وانا شكلي يعني ايه مش هتفرج عليه في رمضان بسبب الموضوع ده. تعالى بس نقول نبذه عن القصه كده، احنا مش هنحرق المسلسل طبعا، بس هنقول حته نبذه عن قصه مسلسل حشاشين واللي هو اسمه حسن الصباح. بس تعالى نخش الاول جوه النضاره، القصه يبقى ايه غموض اكتر، ونتكلم ونخش في التفاصيل اكتر. عايزين بس قبل ما نخش في القصه، طبعا كريم عبد العزيز في ناس لقبوه قالوا ايه، في ناس قالوا كان عندنا نجيب الريحاني، وعندنا عادل امام، وعندنا يحيى الفخراني، دلوقتي عندنا كريم عبد العزيز ومحمد ماهر طبعا. مين ده؟ قصه الحشاشين باختصار لرجل اسمه حسن الصباح، وهو اسس جماعه جوه القلعه، والقلعه دي فوق جبل عالي، وسماها قلعه الموت، وسمى القبيله المؤرخين الغربيين، واطلقوا طبعا عليها باسم او لقب الحشاشين. ونجح بقى عم حسن الصباح في ايه بقى؟ انه عنده اتباع في دمشق وفي وسط اسيا، وكان بيعين وكيل عليهم عشان يدربهم في عمليات الاغتيال. وساعتها في الوقت ده ما كانش حد يقدر يضايق عم حسن بكلمتين مثلا او يستفزه او كده على طول. وزي ما عم كريم عبد العزيز قال لنا في التتر، قال اللي مش هيتبع دعواتنا هيموت بابشع الطرق. وقعد عم حسن بقى في القلعه شهور وسنين وايام، وتجري بيه الدنيا لحد ما يجوا التتار عنده. ومن هنا التتار طبعا انتوا عارفين التتار ما فيش حاجه بتقف قدامهم، فطلعوا لعم حسن القلعه وقالوا عايزين نعرف بقى مين هم الحشاشين دول، وايه اللي بيحصل جوه في القلعه، انا لازم نعرف. بس انا هفكرك. طبعا فضلوا محوطين القلعه عشان يخشوا لها، وما عرفوش 3 سنين ورا بعض. وعم حسن جوه قاعد سندال، ومعاه الحصان بتاعه قاعد كده، لا قاعد ماسكه كده، دي عربيه، قاعد ماسكه كده باللجام، واي حد هيخش له هيقضي عليه. فقعد 3 سنين متواصلين هم محوطين القلعه، وهو قاعد جوه القلعه عمال يفقس ويبيد وياكل ويعمل كل حاجه، لحد ما جم بعد 3 سنين طبوا ودخلوا
على عم حسن، لان التتار كانوا عايزين الحته او القلعه جايه في الحته اللي هم عايزين يحكموها. وبعد 3 سنين التتار دخلوا وحرقوا كل حاجه جوه، ولكن عم حسن هو اللي فضل موجود. راحوا اسرينه وعدموه. دي يعني نبذه عن قصه الحشاشين، ولكن هنعرف طبعا التفاصيل، كل التفاصيل بالتفصيل جوه المسلسل مين ده؟ بتاع الفنان كريم عبد العزيز ومحمد ماهر. انتظرونا في رمضان 2024. نبذه سريعه. انا طبعا الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن الراب وبنتكلم عن حاجات شبه دي، ففي ناس هتتفاجئ ايه ده هو بيتكلم على المسلسلات. لا، انا المسلسل ده عجبني وشدني جدا، فقلت ايه نطلع نتكلم عليه سريعا. واحنا قلنا ايه في البدايه؟ مسلسل، اغاني، اي حاجه مثلا احنا شايفينها عايزين نتكلم فيها، نطلع نتكلم مع بعض بطريقه كويسه وطريقه تعجب البني ادمين والناس. هارد لك، شكرا ليكم. وما تنسوش يا جماعه، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس بقى وتعمل الشغل دوت، وتدي لايك لو عجبك الفيديو. واهم حاجه تقول لنا ايه الفيديو مثلا اللي انت عايزه او شايفه عايز نعمل عنه رياكت او نتكلم عنه مع بعض. تكتب لي برضو كان تمثيلي افضل ولا تمثيل كريم عبد العزيز، معلش عشان بيفرق معايا نفسيا. هو في ايه بقى؟ ايه 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 كده يعني. ايه 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 خلاص اوكي.